السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في حلوة جديدة، حلوة تقليدية الجزائرية الأصيلة تشارك العريان بكل تفاصيلها للمبتدئات، تنجح لك من أول تجربة بإذن الله. فقط نحب نفكر نفسي ونفكر الأخوات أنه ساعات العمل هذو اللي نفوتوهم العشر الأواخر ولو بروفيت شوية في الاستغفار، في الذكر، في التسبيح، هكذا نربحوا أجرين، أجر العمل وأجر الذكر إن شاء الله. شوفوا اللي كيف تفتت ما شاء الله. نحتاجو 125 غرام مارغرين، نكون بيتها على برا، ما نحطيتهاش في الفريغو باش تجينا هكا ذايبه وتجيني سهله في الخدمه. نزيد لها 4 غروند كويير تاع زيت، نزيد لها 2 غروند كويير حليب، 2 غروند كويير ما زهر. نخلط تري بيان قبل ما نزيد حتى مكون اخر. بعد ذلك نقدر نستخدم الباتور بيان سور، انا استخدمت فقط الخلاط اليدوي. نزيد لها نصف كاس سكر غلاس ونزيد نخلط تري بيان، ندخل السكر داخل الزبده ونزيد لها حبه بيض. هنا راحت لا فيديو تاعها. بعد ذلك نزيد لها ان ساشي تاع فانيليا. نبدا نزيد الفارينه المغربله كاس بكاس. هنا درت لي 3 كيسان، زدتهم على 3 دفعات باش نعس العجين تاعي ما ينشفليش. ونزيد ايضا نصف ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. ما نديروش بزاف باش ما تخسرناش لا فورم تاعنا. دونك انا درت لي 3 كيسان كبار. على فان تحصلت على اون تيكستور تكون كما هذه طريه، ما تكونش ناشفه بزاف. ما خليتهاش ترتاح، نفوتو مباشره نخدموا بها. نبدا نكون كويرات هكذا تاع 30 غرام. من الافضل نستخدم الميزان، والا نحاولوا نوزنوا قد ما قدرنا. الاشكال تكونوا بنفس الحجم وبنفس الشكل. كي نكملها نبلاستيفيها ونخبيها، ونبدا نشكل العقده تاعي ونوزنها 10 غرام لكل مبول تاع العقده استخدمتها بهذه الطريقه. كاس ماء، نص كاس سكر، ملعقه كبيره تاع مارغرين اللي فيها 50 غرام، زيت ولا قشور نصف حبه قارص، 3 كيلات ولا 3 كيسان تاع كاوكاو مرحي متوسط، وزوج ملاعق كبيره تاع كاوكاو مرحي بودر. وهذا الكاوكاو بودر هو اللي يخليها تتماسك. وهذا الحشو راح تستخدميه في كامل الحلويات اللي تحتاج فيها. الحشو يبقى طري حتى اذا كان بقى الكاطو 3 موا 4 موا، الحشو مش راح ينشف لك الداخل، وتقدر تخبيها في الفريغو وتخدمي بها لمده عام، لانه ما فيهاش حليب ولا اي ماده اللي تقدر تخسر لك. بالنسبه للتشكيل تاع الشراك نشكلوا بهذه الطريقه. نجيب لابول تاع العجين تاعي ونغطي لو غاست بيان سور باش ما ينشفليش. نشكلوا شكل تاع عين ولا شكل تاع بيضاوي، ونزيد لها الحشو بنفس الشكل ايضا، يكون بومبي شويه في الوسط ورقيق في لي كوتي. ونأكد على هذا الشكل. شاك فوا جو رول العجينه تاعي نرقق في لي كوتي ونخشن في الوسط باش تخرج لي هذيك لابول. ونستخدم ونستعين بالبوشونه تاعنا تاع مزهر ولا تاع الكازوز ولا نابورت باش لا فورم تكون نفسها كامل. نخلي لي بيس تاعي بعد ما شكلتهم يرتاحوا نصف ساعه. وهذا ستان غران سكري، انا واحد ما هضرهولي في الحق، اكتشفته غير بالممارسه، ان كل ما تخلي لا بيس تاعك ترتاح وتنشف تحكم لا فورم تاعها. بريميرمون كي تبدا تهزي فيها هكا لا ديكوراسيون ما تخسرلكش، ودوزيامون ما تفتحلكش في لو فور وما تخسرلكش لا فورم تاعها كي تكون طيب. لذلك نخليها ترتاح قبل ما نديرها كاوكاو نصف ساعه. انا هنا زينتها بحبه بيض، خلطتها تري بيان مع لافاني. بعد ذلك رمتها بكاوكاو خشين، نحيلو هذا الرقيق نصفيه كومبليتوم. وعندي ثاني اللوز ايفيلي ديكوريه بهذا الشكل، هذا الاول ولا الشكل الثاني سي كوم تو فو. نطيبها على نار متوسطه 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى حتى تحمر نوعا ما. ونقدمها بهذا الشكل، هشه بنينه طريه، ذوق رائع يتخلط فيها الذوق تاع لافاني تاع القرص. ان شاء الله تعجبكم ونجربوها، مش راح تندموا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.